لك يا كابتن. الحمد لله تحت اي وضع طبعا، لكن يعني مباراه اداء سيء بالغايه. اللعيبه لعبت على اثار مباراه الزمالك او على النتيجه الطيبه اللي عملها في الزمالك، فبالتالي الاداء ممكن الله اعلم بقى مفكرين نفسهم ان هم عملوا كل حاجه، لكن الكوره محتاجه جهد وعرق. على فترات عملنا الكلام ده كله، كان لابد ان انت في قلب وروح وحماس ان التايم الاولاني انتهى واحد زي مباراه الزمالك كنا ممكن نعمل نتيجه ايجابيه، لكن اداء غير مرضي. انت بتتعامل مع العناصر اللي عندك، واتمنى التوفيق لنا في المباراه القادمه باذن الله. وصل لنا احساس ان انت بتلعب على النقطه في اخر الشوط الثاني، كنت بتلعب، وصلنا احساس ان انت بتلعب على النقطه على الاطلاق. يعني كل التغييرات الهجوميه انا كنت بكلم على بين التايمين اللي احنا كنا ممكن نكسب وممكن احنا الافضل في النواحي البدنيه، ممكن الشوط الثاني تبقى الافضل، لكن انا عمال حساب الهوا. لكن لا، انا كنت بلعب على 3 نقط، لكن الاداء غير مرضي بالمره. وزي ما قلت لك انا غير راضي من الاداء النهارده، والنتيجه اكيد طبعا غير مرضيه بالمره. يعني موضوع الخلافات مع اداره الاسماعيلي، وكان سمعنا ان انت في استقاله هتقدمها الاسماعيلي. ما بتكلمش على خلافات، انا كل ما هو متعلق بالامور الاداريه اكيد بيني وبين مجلس الاداره يعني، لكن لا يمكن واحد يصرح باي حاجه للاعلام، يعني صعب. ما كانش فيها مشاكل في اسوان؟ انا عرفت ان حضرتك هتقدم استقالتك في اسوان هنا. انا بقول لك اي الامور الاداريه كلها بتكلمها مع الاداره يعني، لكن الاعلام صعب الواحد يتكلم في الاعلام على اي مشاكل او اي حاجه، لكن احنا الحمد لله الامور طبيعيه، واتمنى لنا التوفيق جاي في المباراه مع الانتاج الحربي. يعني طلبات حضرتك اتحلت يا فندم؟ ما انا برد عليك، انا 3 مرات تقولها لي وبرد على حضرتك برضه، بقول لك المشاكل الاداريه انا بتكلم فيها مع الاداره، ما بصرحش بيها الاعلام، فبالتالي ما فيش اي مشاكل يعني باذن الله تعالى. اداره الرحمن اكيد في اجتماعات مع الاداره وكده، وربنا ييسر الحال باذن الله. شكرا يا كابتن. النهارده لك يا كابتن. شكرا.